بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم في تاني حلقات البودكاست من بودكاستات كوباية شاي. طبعا دي البودكاست ان انا اصلا مهملها ليا فترة كبيرة جدا، وحاسس نفسي ان انا مقصر فعلا بجد، يعني في مواضيع كتيرة فيها، ومخلياني اصلا مش متابع اصلا اليوتيوب، او مش متابع نظام اليوتيوب. اعتقد ان انا المتابعين بتوعي قلوا بنسبة كبيرة جدا، وانا اعتذر طبعا لان دي حاجة باينة عن ارادتي، لان انا بذاكر حاليا ومهتم طبعا بامتحاناتي ومذاكرتي. فصعب ان انا اقدر ان أنا ارجع على اليوتيوب يعني بطريقة يعني مباشرة او بطريقة منتظمة. فادينا اهو بطلع من شوية من اللي جوايا كده كهيئة كلام ممكن اتكلم معاكم فيه. وهتكلم معاكم النهاردة في بودكاست جميل جدا بيتكلم عن الدنيا مشاغل. طبعا زي بالاسم ده تحس ان ده عتاب او طريقة كلمة بتتقال، ممكن بتتقال او بتتقال في ظرف من ظروف الدنيا. ممكن واحد يسألك ايه فينك، والله تقول والله ده انا في الدنيا. طب الدنيا ايه؟ والله الدنيا مشاغل مش فاضي. فانا هتكلم دلوقتي تمام، وهقول امثله، وهسال كده سؤال معهم الرد برضه، كاتبهم طبعا في الكشكول بتاعي. وهيمنتج طبعا الفيديو او التسجيل الصوتي البودكاست المش مهندس محمود عبد الرحيم، صديقي وحبيبي واخي. فنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. وانزل بالانترو يا محمود. رجعنا لكم من جديد بعد الانترو الشقية، وبعد ما عملت كوباية شاي وشربتها طبعا ورحت مشاوير عشان الدنيا فعلا مشاغل، وتحس ان فعلا الظروف فيها مشاغل فعلا. بس هل انت سألت نفسك هل الكل مشغول فعلا؟ يعني يعني هل فعلا صاحبي ده مشغول؟ فعلا ممكن تلاقيه مشغول يعني، بس مش هل هو مشغول لدرجة ان هو مثلا ما يقعدش معاك، ما يسألش عليك، يتغير في كلامه معاك، يتحول من بني ادم او لبني ادم تاني؟ اقول لك ممكن. في ناس ممكن تتغير من بني ادم لبني ادم تاني مع تغير السلوك او تغير الظروف المحيطة بيها. يعني انا اعرف ناس اتغيرت عشان خاطر كلمة، وناس اتغيرت عشان خاطر مواقف، وناس اتغيرت عشان خاطر الناس هم اتغيروا معاهم. فهل التغيير ده يعني ناتج عنه المشاكل او المشاغل اللي هو الانسان بيمر بيها؟ فدي حاجة خلتني اللي هو لا، ده فعلا ممكن تبقى الدنيا مشاغل. بس لو مثلا كلنا مشغولين، يعني مثلا في واحد مثلا مشغول، هل الشغال او الموضوع اللي شغله يخليه مثلا ما يعرفش يتكلم مثلا مع المرفه بتاعته او مجموعة من صحابه؟ سألت نفسي صراحة وقعدت افكر في السؤال ده، اللي هو ممكن، بس ما توصلش لمرحلة ان هو ما يسألش. ممكن توصل لمرحلة ان هو يبدأ يبقى بعيد عنهم شوية، بس ما ينقطعش علاقتهم بيهم. طبعا البني آدم مننا مشغول، بس الحلو لما يبقى مشغول في حاجة تنفعه، أو في حاجة لمصلحته، أو في حاجة بيقضي بيها حاجته أو بيقضي بيها حاجة الناس. هنا ممكن أقول لك إن الانشغال فعلا فارق جدا في حياة البني آدم. طبعا أنا آم، كنت مشغول طبعا الفترة اللي فاتت، ومشغول من حوالي شهر 5 اللي فات أو شهر 3 اللي فات، اللي هو مش بتاع السنة ده، بتاع السنة دي، السنة اللي فاتت اللي هو 2024. كنت في مرحلة اللي هي مرحلة التخسيس، إن أنا كنت هخسس نفسي إن أنا أخش كلية أو أخش كلية تربية رياضية. والحمد لله يعني الحمد لله دي أنا في نهايات الترم الأول من سنة أولى. وكنت في وقتها بحاول إن أنا أتغير جذريا، أتغير من جوه، من جوه جدا يعني. أغير تفكيري، أغير دور الضحية اللي كنت أحيانا كنت عايشه. فاتغيرت فعلا، يعني أنا نفسي إن أنا اتغيرت تغير جذري كبير جدا يعني، لدرجة إن أنا حسيت نفسي إن أنا مختلف عن زمان.
لكن في حاجات مع التغيير ده او مع الدنيا او مع المشاغل اللي انا اتغيرت فيها، ان انا فقدت ناس كتيرة في حياتي، وممكن الناس دي حاليا ما عرفش اتواصل معاها زي الاول. يعني حتى لو عايز اتواصل معاها مثلا زي الاول، فانا هبقى من الصعب ان انا ارجع لشخصيتي القديمة. فرجعت ورا مسافة كبيرة جدا جدا جدا، يعني انا فاكر. وكان بجد الموضوع خلينا اتغير تغير يعني من جوه. لدرجة ان انا حسيت اللي هو لا ده في، لا يا جدعان ده ايه ده؟ ده انا عشان اخس انا كنت اعمل ايه عشان اخس؟ يعني كنت اقلل الاكل، بس ما كانش حد بيلاحظ تقليل الاكل يعني. حتى ما كنتش انا مع نفسي ما كنتش ملاحظ. كنت حوالي وزني 110 كيلو. وكنت الف التحته كلها مشي حرفيا، يعني افضل الف 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 وراك، الف 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 حرفيا يعني. بس انا بلف لاجل تخسيس يعني. فكنت الف كتير جدا جدا يعني. انا فاكر ان انا قعدت الف كتير خالص يعني. كنت اخد من مثلا من شارع احمد عنبر، من قصدي من جامع ابو الجاسم اللي هو ناحيه بيتي، لغايه بورسعيد، ومن بورسعيد لغايه المحطه، ومن المحطه لغايه الكوبري اللي بيوزن اللي بينزل على موقف بنجا، ومن موقف بنجا لغاية البنزيمة البحرية، ومن البنزيمة البحرية لغاية شارع 15، ومن شارع 15 لغاية جامع رضوان، ومن جامع رضوان لغاية بيتي. كنت اخد لي حوالي في المشية دي ساعة الا ربع او ساعة يعني. اللي هو مع المشي ممكن اكررها مرتين لو انا مثلا فاضي. بس ده كان نظام يومي قعدت فيه حوالي 3 شهور، يعني من حوالي من شهر 3 لشهر 6 او لشهر 7، منتظم على هذا الموضوع ساعتها. وكنت برضو بعمل موضوع اليوتيوب ده. فكنت بحاول اتغير، اشوف ان دي مش مشاغل او شغل انا كنت عايز يعني ادوس على نفسي فيه عشان اتغير تغيير من جوايا. فحصل دروب معانا في شهر 6 في نفس السنة. والدروب اللي حصل معايا في وقتها الحمد لله الحمد لله يعني عرفت ان انا يعني اطلع منه على خير، واحسش ان انا وجعت في وجعة ما عرفش اقوم منها تاني. والحمد لله انا يعني فقت منها فوجة كبيرة جدا، وعدتنا على خير. بس زي ما قلت لك سابت لي اثار سلبية كتيرة جدا جدا جدا. بس الحمد لله انا تخطيتها على، ويمكن لسه يعني اثارها لسه قاعدة لغاية دلوقتي. يمكن الناس القريبة مني هي اللي عارفة الدروب ده يعني. سألت سؤالين: هي ليه الدنيا مشاغل؟ وهل كل مشغول فعلا؟ كل مشغول فعلا، وكل مثلا واحد حاسس من ان هو يعني محور الكون في نفسه، مش لاقي مثلا وقت يقعد مع نفسه، مش لاقي وقت ان هو يقعد مع اهله او حبايبه. بس والله 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 الانسان ممكن يقعد مع البشر كلهم لو عرف يظبط وقته يعني. ده في السؤالين التانيين. طيب في سؤال تاني كنت كاتبه في الكشكول لك: هل طيب يعني طيب يعني الطيب دول دول بيفتكرونا زي ما احنا بنفتكرهم؟ يعني انت مثلا بتبقى قاعد مثلا وانت مشغول وفي عز ما انت شغال بتوحشك مثلا ناس، تقول يا هل دول مثلا فاكريننا؟ هل دول مثلا وحشيننا زي ما احنا وحشينهم؟ هل دول والله حاسين بينا زي ما كنا احنا حاسين بيهم؟ فبتحس العيال اللي بتلعب في الشارع دي حوالك في الشباك وجهكم. رجعنا لكم بسرعة من جديد بعد ما قفلنا الشباك. والدنيا بقت يعني أكثر هدوءا قليلا يعني. بس نكمل حوارنا اللي هو حاسه مش هيخلص. وبعد حوالي 5 دقايق صلاة العشاء هتقدم. بعد بالضبط 3 دقايق يعني هتكلم دي. صلاة العشاء يعني هتقدم دلوقتي. المهم أنا عايز أكمل لكم كلمتين كده عشان خاطر نروح نصلي العشاء. طيب بيفتكرونا، والله انا شايف ان هم ممكن يفتكرونا، بس ممكن يقولك ايه؟ طب انا اروح له بانهي وش؟ يعني هروح له انا بوشي ايه؟ كيف اروح له بوشي ازاي يعني؟ هل انا اروح له وانا مبتسم؟ اروح له وانا ايه الكلمه اللي انا هقولها له؟ هقول له الدنيا مشاغل. والكلمه اللي انت تحس ان هي الموضوع انتهى الى حد ما، وبجيتش انت عارف فعلا هل هم الدنيا مشاغل صح، ولا هو مثلا نسيك في رقام الذكريات القديمة. وده الأكيد يعني. الإنسان من النوع اللي هو أصلا بينسى من تراكمات الحاجات القديمة اللي حواليه. يعني أنا متأكد إن بنسبة حوالي 90% من أصل 100% بالضبط. وال10% دول هقولك إيه ال10%؟ يعني أنا أعمل إيه تاني؟ إن أنا يعني قفلت البلكونة وجاي ناحية الشباك ده. انتوا ناس
غريبة جدا. شوية كده ممكن ازعك عليهم بس مش دلوقتي. كنت بقول ان 90% من الناس اللي حواليا ممكن يكونوا ناسيني حرفيا، ناسيني او معنى صح بقيت في التراكمات، يعني ما بقيتش في الاساسيات او ما بقيتش في الوضع اللي انا شايفه زمان. وده الطبيعي، ده الوارد يعني. لازم تتيقن انك انت مش محور الكون عند حد. حتى لو انت مثلا محور الكون مثلا عند ناس معينه، فانت خلاص، انت اهم حاجه تمحور الكون عند ابوك وامك واخواتك او قرايبك. لو قرايبك بحد يعني حد ضعيف جدا، لكن ابوك وامك واخواتك طالما انت محور الكون عندهم خلاص بالنسبه لهم، طالما انت بخير يبقى الدنيا كلها بخير. ما اعتقد ان حتى صديقك المقرب ممكن ما يبقاش هو المقرب حاليا، لان احيانا الصدقاء المقربين بيبقوا متشتتين خالص، او مش متشتتين، ممكن انا اللي حظي سيء اغلبيه الوقت ان انا اصدقائي المقربين مش عارف اتواصل معاهم تواصل مباشر، او من بعد مثلا مواقف بسيطه ما بقتش مثلا عارف ان انا اتكلم معاهم زي الاول. المواقف دي مش غلطه مني انا ولا غلطه منهم هم، هي ممكن الظروف او المشاغل، دنيا المشاغل هي اللي مخلتنا ما نعرفش نتكلم بالطريقه المناسبه اللي تخلينا والله ده وحشني، بس اعمل ايه. حاسس نفسك انك انت مش قادر تتعامل مع الظروف زي الاول، مش قادر تعيش زي الاول، مش قادر تتعامل مع الناس زي الاول. حاسس نفسك انك انت ورا خالص، ورا جدا، فلدرجة انك انت تحس انك انت خلاص يا جدعان انا مش قادر ان انا اكون وسط الناس مثلا، مش قادر اكون وسط اصحابي، مش قادر اكون وسط اعز اصحابي مثلا. فتاخد ركن بعيد وتفضل الكلمة اللي هي تنجيك من احراج المواقف. الدنيا مشاغل، لانك انت تدرك ان بعدين لما تبقى الدنيا مشاغل لا انت ولا اي حد اعتقد هيدرك ان، او حد هيقدر يسامحك انك انت والله ده ماشي خلاص يعني هعمل ايه، ما والله الدنيا برضو مشاغل عني وعنك. بس هل الدنيا مشاغل لدرجه انك انت تنساني؟ الله اكبر، الله اكبر. هل يعني الدنيا لدرجه انك تنساني، تخليك مثلا تنسى ايامك معايا، تنسى سنين عمري وياك، تنسى القعدات؟ طب لو انا مثلا بعدت او انت بعدت مثلا، هل نعرف نرجع تاني زي الاول؟ هل فعلا الاصدقاء الجدد اللي عندي في الظروف اللي انا تقمصتها او الظروف اللي انا وجعت فيها خليتني انساك، او مكانتك اتغيرت عندي؟ ما بقيتش عارف ارد اقول على انهي سؤال. لكن كل اللي انا عارفه ان انا في نعمة ربنا عطاها لي، اذ كانت خير ليا فالحمد لله، واذ كانت شر فالحمد لله حمدا كثيرا. يعني مفيش حاجة شر للبني ادم، بس ممكن يبقى بلاء. تمام، بلاء وليس يعني نتمنى انه يكون بلاء وليس عقاب. تمام، فانه بلاء يغفر لي لنا ذنوبنا فيه يعني. ف حاسس نفسي ان انا يعني وسط، يعني انا حاليا وسط معايا ناس كتير اصحابي، ومعايا ناس كتيرة جدا. يعني انا عارف ناس حوالي كتيرة خالص في البلد وعلى الفيسبوك، وناس من بلدان تاني، من المنيا ومن المنصورة ومن الفيوم ومن القاهرة ومن الجيزة ومن الشرقية ومن أسوان ومن أسيوط ومعارف كتيرة يعني. وممكن في ناس بحب أتكلم معها كده لما يروق لي الذهن والبال يعني والقلب. ف بجد يعني الحكاية. لكن أعز ما أملك مثلا، أعز أصدقائي أو صديق الرحلة أو صديق الحياة، أنت مثلا مش عارف تتعامل معاه، مش عارف تتعامل مع الموقف، تحس إنك أنت لا إيه اللي موقفني؟ يعني إيه اللي مخليني مثلا مش عارف أتعامل مع الموقف؟ اللي مخليني مش عارف مثلا أتعامل مع بني آدمين دول تاني؟ هل أنا مثلا اتغيرت؟ هل أنا بقيت وحش؟ ولا الظروف هي اللي مخليني وحش؟ مبقتش أنت عارف هتعمل إيه. ف والسؤال الأخير، هنعمل إيه في الآخر؟ هنعمل ايه في الاخر؟ لما يجي حد يقول لك لما يجي حد يقول لك الدنيا مشاغل، ما تسالوش قول له فينك، تستقبله وما تقولوش فينك يا عم، غايب ليه؟ هقول لك انا اهو اديني، لا ما تسالوش. تجاهل كلمه فينك، قول له يا عم ايه الدنيا معاك، اخبارك ايه وعامل ايه كده، وان شاء الله تكون بخير، عملت ايه في الفلاني. وافتكر اخر موضوع كنت بينك وبينه ماسكين فيه في بعض، ايه يا عم، ايه اخبار الشغل، اخبار كذا اخبار كذا. وما تعاتبهوش على ان هو مثلا مش بيسال فيك او انت مش بتسال فيه، لانه فعلا انت يا اما هو انت فعلا اتغيرت جذريا، انت مثلا اتغيرت من جواك،
من ناحية معينة، او انتوا جيتوا مع بعض لا في بينه وبينكم شلاديب ما بقيتش عارف توصل له. بس انا هقولها لكم، انت لو عايز توصل لواحد هتوصل له، هتوصل له مهما يعني عملت ايه. اهم حاجة وفي الاخير تيقن ان ما سيبقى منك هو السيرة الكويسة او السيرة الطيبة، كذلك الصحبة الصالحة. تمام، تيقن ان كلنا هنموت وما حدش هيقعد فيها في الاخر. ده كانت النصيحة، بس انا هقولها لكم بطريقة كويسة. اللي مش هيقعد غير سيرتك، حرفيا انا شفتها وعرفتها ويعني وعشتها بجد، يعني عشتها مع ناس كتيرة جدا. يعني انا امشي في الشارع مثلا، والله ده يجي مثلا واحد يجيب سيرة فلان، والله ده سيرته كويسة خالص، سيرته جميلة، سيرته الناس تحكي عليه بالخير. وسيد اساتذه رحمه الله عليهم، استاذ سعيد النحاس، ناس حتى وقتنا هذا فاكرها بالخير. ودكاتره عندنا احنا في الكليه، في ناس فاكراها بالخير يعني، اذا كانوا احياء او اذا كانوا اموات يعني. ف يعني الناس اللي هي الكويسه في الكليه ناس فاكراها بالخير. دكتور شعبان، دكاتره محترمه جدا، ناس فاكراها بالخير. ودكاترة زمايلنا يعني زمايل بعض فاكرين بعضهم بالخير. هي دي الخير، انك تعمل ثمرة وسط الناس. هو ده الخير اللي ممكن انت تجيبه لنفسك، تفيده لنفسك، تفيده ربنا. يعني ده اللي انت ممكن يعني تقابل وجه كريم الناس تدعي لك بيه. لما تيجي مثلا تدعي لحد مثلا فنقول له ده والله ده كتر خير، ده كان فلان محترم، كان كذا كان كذا. تمام. ابتسامتك وجه الناس يعني، ابتسامة بتفرق برضه. الصحبة الصالحة، والله يا جدعان، والله يا جدعان أنا ما هنكر حاجة إلا يعني مش عمري ما هنكر حوار الموضوع الصحبة الصالحة ده نهائي، لأن أنا ده عشته مرحلة من مراحل إن أنا إزاي أكسب صحاب وإزاي تبقى صحاب كويسة. ممكن يبقى مش من نفس ال مش نفس نفس التفكير، أو مش من نفس الطبع، أو مش من نفس البلد، او مثلا مش من فرق السن يعني. بس انت تحس، لا تحس ان هو والله ده قريب مني، ده بيفهم اكتر مني، ده عايش مثلا فاهم الدنيا اكتر مني، فاهم. فانت بقيت والله نفسي انا يعني يبقى ده في البلد هتقابله كل يوم. بس الظروف احلى حاجه ان هي الظروف ان كنت من بلدان غرب، لان مهما بعدت المسافات لما تيجوا انتوا تجربوا من بعض بتعرفوا انتوا والله ان كنتوا كويسين مع بعض، كنتوا حلوين، كنتوا تحس ان في حاجه مختلفه عن الاول. فدي برضو من الحاجات الحلوة اللي أنا ممكن أقول لك عليها، إن هي الصحبة الصالحة، والصحبة اللي هي تخليك تصلي، الصحبة اللي تخليك تبقى كويس، الصحبة تخليك من الأوائل، الصحبة اللي تحبك بجد، اللي تحب أهلك، اللي تخاف عليهم واللي يخافوا عليك، وانت تخاف عليهم. وكذلك الصحبة اللي من معنى صح ما تخلكش جيبك زي يقول لك ايه، ما تخليكش جيبك فاضي وما تخليكش جيبك مليان يعني. لو وفي نفس الوقت يعني بيزجوا بعض للخير. والله انا هبعت رسالة لصاحبي ممكن هو يفهمها لو سمعها. بص يا صديقي، لو انت بعدت عني، تمام، فده انا اقدر ابارك لك فيه. دي نهاية، أنا عايز اقول لك دي نهاية الفيديو يعني، وهقفل الفيديو على كده او اقفل التسجيل. لو انت يا صديقي اي حد، انت لو بعدت عني ونسيتني، انا لما تيجي انا هفضل فاكرك بالخير وفاكر لك كل حاجة حلوة. بس مش هتلاقيني زي الاول، ممكن تلاقيني يا اما كويس خالص يا اما وحش خالص. ممكن تلاقيني اوحش من اللي كنت لقيتني فيه، ممكن تلاقيني احلى من اللي كنت فيه، على حسب رؤيتك انت ليه. فلو لا انت لقيتني بعاني وبايدك مساعدة، ساعد. لو ما لقيتنيش ان انا بس مش قادر، فلما تيجي انا لو انا فكرت ان انا اجي اعاتبك، لو بقى انا ما بفكرش اعاتب حد يعني، مش عمري ما هقول لك كنت فين. يعني هقول لك لا خد راحتك انت براحتك يا عم. يعني مش هعيش معاك انك انت ترد عليا ولا تقول لي دنيا مشاغل عشان خاطر يعني والله عشان اسامحك. ف اعمل اللي انت عايزه، تمام. وغيب براحتك وارجع براحتك، واحس ان الدنيا مختلفة شوية. يعني انا اتمنى انك انت تحس ان الدنيا مختلفة مع حد غيري. انا مش محور الكون زي ما قلت لك يعني، انا زيك
الكلام ده يسكن لمحمود عبد الرحيم اللي بيعمل لي الفيديو، هو يسكن لاي حد. فانا زيك، انا بنسى، ممكن ببقى نفسي في كذا حاجه اعملها وما بعرفش اعملها، بس انا مش وحش الحمد لله يعني، ولو وحش فربنا ساترني. فاتمنى انك انت لو هتسمع الفيديو ده للاخر تصلي على النبي، وتدعي لامواتنا واموات المسلمين، وتدعي لغزه وفلسطين ولكل البلاد العربيه. واتمنى انك انت تكون اقوى من الايام اللي جايه. وشكرا لكم لحسن استماعكم. كان معكم احمد منتصر، ودي قناه كوبايه شاي وساعتين جد، وده بودكاست كوبايه شاي. ومع السلامه، السلام عليكم.